انت تعرف مين الشخص اللي قراراته تقدر ترفع شركة لفوق او توقعها في ثانية؟ مين المسؤول الاول عن كل نجاح او فشل؟ ده السي اي او. السي اي او ده اختصار الشيف اكزيكتيف اوفيسر او المدير التنفيذي للشركة. ده اعلى منصب اداري ومسؤول بشكل مباشر عن رؤية الشركة واتجاهها ونموها. بيقود كل الادارات، المبيعات، التسويق، التشغيل، المالية، الموارد البشرية، الكل بيرفع له التقارير. هو الشخص اللي بياخد القرارات الكبيرة زي التوسعات والاستثمارات والتوظيف القيادي وتحديد مستقبل الشركة. أهم الأدوات والمهارات اللي يكون عليها السي او، طبعا قيادة استراتيجية قوية جدا، استراتيجيك ليدرشيب، تحليل مالي وفهم الأرباح والخسائر، اتخاذ القرارات دايما تحت ضغط، إدارة فرق كبيرة جدا، وكوميونيكيشن سكيل أو مهارات تواصل ممتازة جدا. فهم شامل طبعا للسوق وللمنافسين واتجاهات الصناعة اللي هو بيشتغل فيها. مهارات نيجوشيشن أو تفاوض، والبيلدينج بارتنرشيبس أو بناء الشراكات أو بناء العلاقات طويلة المدى. السلم الوظيفي هو بصراحة ما فيش سلم أو طريق واحد يعني للسي او، بس هنقول المسار الشائع اللي ممكن يمشي فيه أي حد لحد ما يوصل لدرجة السي او. بيبدأ طبعا سبيشالست أو جينيور في مجاله، وبعد كده بيبقى سينيور برضه، بعد كده يوصل يبقى مانجر، وبعد كده سينيور مانجر، وبعد كده يبدأ في الدايركشن ليفل أو إنه يبقى دايركتور، وبعد كده يبقى في بي، وبعد كده ممكن يمر بقى بحاجات كتيرة قوي علشان ياخد فكرة. ممكن يبقى سي او وسي سي او وسي ام او وسي اف او. كل الحاجات دي احنا هنقولها خلال الحلقات الجاية لحد ما يوصل انه يبقى السي اي او او المدير التنفيذي اللي تحت الاونرز بورد او تحت المدير العام مباشره. وفي ناس تانية طبعا بتوصل للمنصب ده من خلال رياده الاعمال وتاسيس الشركات، مش شرط ان هو يمر بالتراك ده كله. طبعا متوسطات الرواتب عالميا يعني في الموضوع ده، انت بتتكلم في الشركات اللي هي متوسطه، بنتكلم مثلا من اول 10,000 دولار، وممكن توصل في بعض الاحيان او بعض الشركات الكبيره قوي ممكن تعدي ال 30,000 دولار او ال 35,000 دولار. طبعا ده غير البونص والارباح والايكوتي او نسبه المشاركه وما الى اخره. طبعا المستقبل الوظيفي منصب السي او دايما دوره بيكبر مع توسع الشركات والتحول الرقمي، والسي اوز اللي عندهم رؤيه تكنولوجيه هم الاعلى طلبا في السوق حاليا. زي ما انتم عارفين طبعا ده تطور التكنولوجيا والتطور شركات التكنولوجيا. الكارير شيفت طبعا الموضوع ده هو يعني كارير شيفت صعب، بس انت لو عاوز في اخر مشوارك انك توصل تبقى سي او لازم تبدا بتطوير مهارات القياده واداره الفرق، تعلم استراتيجيات البيزنس والتسويق والماليه، اشتغل في مشاريع فيها مسؤوليات كبيره قوي، اقرا كتب اداره عالميه، وابني شبكه علاقات قويه جدا. خليك دايما الشخص اللي بيحل المشكله مش اللي بيبلغ عنها. منصب السي او ده يا جماعه مش لقب، ده عقليه ومسؤوليه ورؤيه. لو شايف انك قائد من النوع التقيل المنصب ده ممكن يكون مستقبلك. واستنوني في الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن باقي مناصب البورد وكل حاجه اللي اولها سي. اشوفكم على خير والتوفيق دايما، وسلام.